السلام عليكم، كنجدد بكم ترحيب اخواتي في يوم جديد ووصفه جديده على قناتكم وصفات علياء. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم اخواتي طريقتي في البغرير، اللي طريقه اللي ناجحه مليون في المئه. ديروه بعينكم مغمضين، يعني بدون دقيق ابيض وبدون فينو، كذلك بجوج كيسان ديال السميده غادي نتحصلوا على بغرير بحال الشهده، كيجي خفيف ريشه وكله متقب ما شاء الله. كذلك الاهم نتيجه بدون اختمار، يعني اسرع حاجه ممكن توجديها للكوتي او الفطور. يعني وجدوه في البلاصه، خلطوه وطيبوه مباشره وتحصلوا على نتيجه زوينه ان شاء الله. غادي نحاول ما امكن نعطي جميع النصائح والاسرار للاخوات اللي ما كينجحش معاهم باش ينجح معكم باذن الله. وكيف ما العاده اخواتي كنبغي نذكر الاخوات اللي كيشوفوا قناتي لاول مره، كنقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس، وكذلك ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم اللي كيشجعوني، وجزاكم الله خيرا. ندوزو نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجو على بركه الله. هنا كنوريكم السميده اللي غادي نخدم بها، السميد المتوسط اللي كنخدموا به الحرشه والبسبوسه. عندي هنا جوج الكيسان ديال السميده، كل كاس كيوزن 125 غرام، يعني المجموع 250 غرام. كذلك هنا معلقه صغيره ديال الملح. كذلك عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال خميره حبيبات، خميره الخبز. انا ما درتهاش عامره، كيبقى بطبيعه الحال على حسب الجو. كذلك واحد معلقه صغيره تقريبا ديال العسل، او ملعقه كبيره ديال السكر. هذا غير باش يعطينا ديك التحميره من تحت في البغرير. اللي بغى يستغنى عليه ماشي مشكل. دابا غادي نبدا نضيف الماء. نعبر معكم كيف ما شفتوا 3 ديال الكيسان ديال الماء دافي. الماء كنأكد ما يكونش سخون بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش بارد. الا كان سخون بزاف ملي غطحنوا لهذا الخليط غادي يبقى يطلق لكم بحال الخيوط. يعني ضروري تاكدوا من الماء يكون دافي، يعني ماشي بارد وماشي سخون. كنخلط هاد المكونات هادو بالفوي، وكنجيب الميكسور ونطحن هاد الخليط هذا. ضروري طحنوا السميده مزيان حتى كيولي الخليط متجانس، وديك الحبيبات ديال السميده كيختفيو وما كيبقاوش يبانوا. اللي ما عندهاش الميكسور ممكن تخلطوه او طحنوه في الخلاط ديال الكاس، يعني اللي كنطحنوا فيه العصير عادي. يعني طحنوه باي طحانه عندكم. المهم طحنوا ما بين 4 دقائق حتى ل 5 ديال الدقائق حتى كيختفيو ديك الحبيبات كما ذكرت معكم، وكيولينا الخليط متجانس ورطب. انا هنا كنستمر حتى كنطحنوا مزيان، وكل ما طحنا اخواتي كل ما كتشوفوا بحال اللي كندخلوا له كميه ديال الهواء، وكيبقاو تشكلوا في هذه الفقاعات. وكيعطينا نتيجه زوينه، يعني بلا ما نتسناو يخمر لا والو، كيجي مثقب كيف ما شفتوا ما شاء الله. انا هنايا تقريبا راه طحن ديك السميده او الخليط تطحن لي. دابا غادي نضيف خميره الحلويات. ضفت هنايا كيس ديال 8 غرام، وكان عندي هنا واحد 2 غرام تقريبا، يعني المجموع 10 غرام، او ممكن تكتفيو 8 غرام فقط. يعني غادي نطحن مره اخرى. يعني هذوك الفقاعات اخواتي دليل على ان الخليط ديالنا راه مطحون مزيان والخليط ناجح باذن الله. صافي دابا من بعد ما كنتاكدوا باللي ديك الخميره الحلويات تخلطت مزيان وانسجمت مزيان مع الخليط، هنا كنحاول نوريكم القوام ديال الخليط كيفاش خصو يكون. يعني ما كيكونش ثقيل بزاف وفي نفس الوقت ما كيكونش خفيف اكثر من القياس. المقادير راها مضبوطه، يعني ما تزيدوا عليهم ما تنقصوا عليهم اخواتي. دابا غادي ندوزو لاهم مرحله في البغرير وهي الطياب ديالو. غادي نحاول هنا نعطيكم يعني قد ما نقدر النصائح اللي تديروهم باش ينجح معكم ان شاء الله. اول حاجه اخواتي ضروري تكون المقله يعني خاصه بالبغرير، تكون المقله ما كتستعملوش فيها او كطيبوا فيها حاجه اخرى من غير البغرير. وكذلك حاولوا تحافظوا عليها حتى في الغسيل، ما تغسلوهاش بشي حاجه اللي حرشه باش ما تقبش لا والو. يعني خليوها خاصه بالبغرير، وبقاو تمسحوها غير بشي منديل هكا فقط. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا انا خديت كميه من الخليط اللي ما خليته لا خمر لا والو. كنأكد ان الخليط مباشره بديت كنطيب، يعني ملي ساليت الخليط بديت كنطيب مباشره. صافي وضعت المقله تسخن شويه فوق النار، وكبيت فيها كميه من الخليط، يعني غرفه ما كاملاش، يعني على حسب القياس على حسب المقله ديالكم قداش واش صغيره او لا كبيره. يعني كديروا الاولى وكتجربوا تشوفوا شحال الكميه هزت لكم من الخليط. يعني ضروري ما تكونش ما ديروهاش غليظه بزاف، وفي نفس الوقت ما ديروش البغيره رقيقه بزاف. وبالنسبه اخواتي الاهم حاجه في الطياب ديال البغرير وهي النار. يعني ضروري تكون النار مجهده بزاف، تكون العافيه مجهده بزاف في الاول
ملي كنحطوا ديك البغريره فوق في المقلاة فوق النار، يعني كنجهدوا النار مزيان في الاول حتى كنشوفوها تقبت مزيان وكتشهد ديك البغريره كامله. صافي عاد كنقصوا النار وكنخليوها تكمل الطياب ديالها على عافيه مهيله باش كطيب مزيان وكتاخذ ديك اللون الذهبي من تحت وما كتبقاش البغريره معجنه بطبيعه الحال. يعني كنأكد على مساله النار اخواتي، راه تقريبا نص ديال النجاح ديال البغرير وهي طريقه الطياب ديالو او العافيه كيفاش كتكون. يعني ضروري يتجهدوا العافيه في الاول ملي كتوضعوا البغريره، تجهدوا العافيه يعني حتى كتشوفوها كتثقب مزيان، عاد نقصوا العافيه وخليوها تكمل الطياب ديالها. هنا كنحاول نوريكم عن قرب البغريره كيفاش جات، كتجي مذهبه من تحت. هذاك هو السر ديال ديك المعلقه الصغيره اللي ضفنا ديال العسل. الا ما كانش كيعجبكم هكا يجي البغرير محمر يعني ممكن تستغناو عليها. اما بالنسبه للمقلاة اخواتي انا ما كنبردهاش في الماء نهائيا، يعني مباشره كيف كنحيد البغريره اللي كطيب كنكب كميه اخرى من الخليط. وبطبيعه الحال نكونوا كنوضعوا البغريرات اللي كيطيبوا كنوضعوهم في واحد المنديل باش ما هكا ما كيتعرقوش وما كيلصقوش وما نوضعوهمش فوق بعضياتهم، يعني كنحطوهم هكا وحده حتى كيبردوا عاد ممكن نوضعوهم فوق بعضياتهم. يعني كنتمنى واخا قويت عليكم شويه الهضره، كنتمنى نوصل لكم هكا الفكره ونحاول نعطيكم يعني كميه كثيره من النصائح باش ينجح معكم ان شاء الله. البغرير راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. يعني غير كاين بعض الاخوات اللي كيتخوفوا منه او جربوه وما نجحش معاهم واحد المره ولا جوج مرات صافي ما كيبغوش يعاودوه، ولكن بالعكس لا، يعني ديروه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه باش تعرفوا. دائما قلبوا على الخطا فين كديروه، يعني واش طريقه ديال الطياب واش في الخليط واش دائما، حتى كتلقاو ديك المشكل اللي كنتو كديروه باش ما كتنجحش معكم الوصفه اخواتي. يعني كيف ما شفتوا لينا قدام عينيكم راه هو ناجح 100% وكيجي خفيف يعني ما شاء الله كيجي كله مثقب. وما خليناه لا خمار لا والو. المكونات او المقادير راهم بساط بزاف، يعني شوف كيسان ديال السميده كنتحصلوا على كميه ما شاء الله كثيره. تحصلت على 10 ديال البغريرات يعني بهذا الحجم متوسط. وبطبيعه الحال كيبقى على حسب المقله اللي عندكم. وبغريره صغيره بطبيعه الحال حتى هي بقات لي كانت داها ولدي. المهم عندي 10 ديال البغريرات هنايا كاملين. هنا كما لاحظتوا معايا كنت مفرشه هذا المنديل كنوضعهم فيه حتى بردوا، تاكدت باللي بردوا مزيان. عاد كنوضعهم في صحن تقديم او في طبسيل. وبطبيعه الحال اللي بغات دهنهم بالزيت دهنهم، اللي بغات تقدمهم هكا وترافق معاهم العسل او املو او كل وحده يعني كتقدم معاهم داكشي اللي بغات او داكشي اللي كيبغيو وليداتها. يعني هنا كنحاول نوريكم كيفاش كيجي ما شاء الله، راه ما كيجيش معجن وما كيجيش كيضر يعني كيضر في المعده او كيتقل المعده لانه ديال السميده. كنتمنى تتبعوا جميع النصائح اخواتي من الاول حتى الاخر. ولا كان عندكم شي استفسار او سؤال خليوها لي في التعاليق انا نرد عليكم. وكنتمنى ان شاء الله ينجح معكم، وانا متاكده الا طبقتوا جميع النصائح اللي عطيتكم غادي ينجح معكم ان شاء الله وغادي يولي معتمد عندكم. وشكرا على حسن المتابعه والى وصفه قادمه باذن الله. دمتم في رعايه الله.